يا مساء الجمال في فيديو جديد. خليني اقول لكم بقى في الفيديو ده انا هحكي لكم تجربتي الشخصيه مع حاجه كانت بالنسبه لي هي حاجه كانت حاجه سحريه كده. دايما حاططها في شنطتي بقالي سنه وعايز اقول لكم بقى بتنفعني في ادق الاوقات. الحاجه دي هي عباره عن العلبه الصغيره دي. العلبه الصغيره دي انا اشتريتها من سنه من براند ايا كان اسمه ايه، لانه بصراحه لقيت ان اسمه كله بيختلف عليه. هو ناس تقول لك جي سواكس وناس ثانيه تقول لك جي اس واكس، ايا كان يعني هو براند لسه نازل مصر تقريبا ما كملش سنه ونص او سنتين حاجه كده يعني. خليني طبعا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو نخش على طول في الفيديو بكام لقطه كده عن اللي جوه العلبه دي ونرجع لكم تاني. بعد اللقطات اللي انت شفتها العلبه دي من جوه اكيد انت كده عرفت العلبه دي هي عباره عن ايه ونفعتني في ايه. العلبه دي هي العلبه السحريه بالنسبه لي للكيبلز اللي انا ممكن ابقى محتاجها في اي وقت، ممكن يعني اضطر احتاج فيه الكيبلز وانا مش معايا. العلبه دي موجود منها موديلين من الشركه، اللي هي النسخه اللي معايا دي اللي هي الاور بانكت برو، وفي منها النسخه الاور بانكت ميني. طبعا النسخه الاور بانكت ميني بيبقى موجود منها حاجات اقل من اللي موجوده في العلبه دي. خليني كده لو فتحتها معاكم اقول لكم. طبعا هنا وقع الادابتر ده بس ده مش موضوعي دلوقتي. نرجع بقى اللي جوه البوكس نفسه. موجود فيها ايه؟ موجود فيها كيبل تايب سي. هو طبعا هتلاقوا طوله قصير تقريبا حوالي ما يقرب من 20-30 سم حاجه كده تقريبا. المميز في الكيبلز دي ان هي كيبلز تقدر تعتمد عليها في كل حاجه بجد يعني. الكيبل ده السماكه بتاعته كويسه جدا. هو تقريبا اضخم كابل موجود هنا يعني، حتى بتاع اللايتنج بتاع الايفون مش بنفس السماكه بتاعته، انما التايب سي ده سميك جدا وعريض. في نفس الوقت هو شغال معاك بيدعم الشحن السريع. يعني عايز اقول لك في موبايلات بيدعم فيها الشحن السريع لحد 67 واط تقريبا، وبيدعم معاك نقل البيانات والداتا. فهينفعك في اي حاجه بقى. عايز تنقل داتا من موبايلك شغال، عاوز تشحن موبايلك بشحن سريع كمان شغال، هو ده يسمعك في اي حاجه. الكيبل ده مهم جدا وكان بالنسبه لي انجاز وحل عبقري الصراحه. نيجي للكيبل الثاني اللي برضو واحد من الكيبلز المميزه قوي في العلبه دي، وهو كيبل اللايتنج. طبعا هتلاقي زي ما قلت لكم السماكه بتاعته اقل، مش بنفس الكواليتي التاني. مش معنى ان انا اقول مش بنفس الكواليتي ان هو كواليتي اقل، لا، هي بس الفكره في سماكه السلك وتخنه هنا اقل شويه. طيب ده طبعا ده تايب سي تو لايتنج، بيشحن معاك الايفون، برضو بيدعم الشحن السريع في الايفون، تقدر تعتمد عليه اعتماد كلي. وطول برضو الكيبل تقريبا ما يقرب من 20-30 سم حاجه كده تقريبا. نيجي بقى لبقيه الاكسسوارز اللي موجوده في العلبه دي، وهي اللي بالنسبه لي بقى حاجه تخليها فعلا العلبه المثاليه والعلبه السحريه اللي في شنطتك يعني. اول حاجه خالص الادابتور الصغير ده من تايب سي لتايب اي، وده بيحول لك اي كيبل عندك انك لو هتوصل بمخرج يو اس بي او بلابتوب ما فيهوش تايب سي او باي حاجه، فانت تقدر بكل سهوله كده بقت دي معاك تقدر توصلها في بقى راس شاحن، في كمبيوتر، في لابتوب، ايا كان تقدر توصلها بيها من خلالها على طول وتقدر تستفيد منها برضو. في نفس الوقت انت في معاك هنا ادابتور تاني مايكرو. ده بقى لو انت معاك الكابل التايب سي وعايز توصله في موبايل مايكرو عشان تشحن بيه بكل سهوله، بس خلاص كده تقدر توصل موبايلك يا باشا واشحن وهيعيش معاك زي الفل ويحل لك ازمتك اللي انت واقع فيها. اخر بقى مش اخر حاجه يعني، انما اخر حاجه من ضمن الحاجات اللي هتطلعها من العلبه هو الدبوس الشريحه الصغير ده. على فكره برضو الكواليتي بتاعته محترمه جدا وحاجه يعتمد عليها، وهتحل لك برضو ازمه انك انت لو عايز تطلع الشريحه بتاعتك من الموبايل او حاجه بكل سهوله هتطلعه من خلال الدبوس الصغير ده. ده كده اللي موجود في العلبه. طيب في عندي بقى لسه مزايا تانية موجوده في العلبه، زي مثلا ان في مكان هنا مخصوص تقدر تحط فيه شريحه، هنا زي درج شريحه يقدر يحفظ لك الشريحه اللي انت عايز تشيلها. مثلا سي معاك شريحه زياده عايز تشيلها بكل سهوله تقدر تحطها هنا. في عندك هنا من الظهر مكانين. المكانين دول بقى كانوا بالنسبه لي برضو حلين سحريين يعني، نفعوني جدا لشغلي. واحد بيشيل كارت ميموري كبير كحافظه ليه تقدر تحطه فيه وبالتالي تقدر تحتفظ بالكارت الميموري هنا، والتاني ان هو بيشيل بقى الكارت ميموري الصغير. فانت عندك هنا مخرجين، سواء الاس دي كارد الكبير او سواء المايكرو كارد اللي هو الصغير، تقدر بكل سهوله تشيل ده وتشيل ده هنا، ويبقى كده معاك العلبه السحريه دي اللي وفرت عليك يعني فلوس كتير ووفرت عليك كلكعه سلوك قد كده تبقى ماشي في الشنطه بقى شايل سلك من ده على سلك من ده والقصه الطويله دي. لا خالص، انت هنا بكل سهوله معاك تايب سي بتاعك، معاك اللايتنج، معاك 2 ادابتور تقدر تشحن بيهم
وتقدر تستخدمهم مع كل الكونكتورز اللي انت عايز توصلها. معاك دبوس شريحه، ومعاك مكان بتاع الشريحه، وكمان مخرجين الكروت، فبالتالي انت معاك كل حاجه في العلبه الصغيره دي. فبصراحه هي انجاز، وارشحها بشده، وارشحك اكتر تجيب منها النسخه البرو مش النسخه الميني، لان النسخه الميني لما اتذكر ما كانش فيها غير كابل واحد او كابلين حاجه كده، وما كانش فيها كل الاوبشنز اللي موجوده هنا كمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا كل بقى عشاق التكنولوجيا والمهووسين بيها زي حالتي كده هيشوفوا ان العلبه دي حل سحري وانجاز واعجاز ليهم، فلازم تكون في شنطتك في 2023 والسنين جايه كمان. عموما اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. تنسوش بقى تظبطوا الواحد كده لايك وشير وسبسكرايب وكومنت كده، وتقول لي رايك في المحتوى اللي بقدمه، وتقول لي بقى ايه الحاجات اللي انت ممكن يعني شايفني ان انا ممكن اعمل بيها فيديوهات الفتره اللي جايه برضو، يعني تساعدني في الكونتنت، اظبط لك كونتنت حلو ارفعه لك، فتعملي لايك وشير، يعني نظبط بعضين. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. سلام.